الزوج الخاين اللي حول حياة مراته الجحيم، والبنت اللي حاولت تقتلها. رصاصة واحدة كانت كفيلة انها تغير حياة ماري للأبد. كانت واقفة قدام بيتها وفجأة واحدة بنت صغيرة رفعت مسدس وضربت عليها نار، والرصاصة دخلت في راسها واستقرت في مكان خطير جدا قريب من المخ والعمود الفقري. ماري وقعت على الأرض والدم حواليها والبنت هربت، لكن اللي محدش كان يعرفه وقتها ان الرصاصة دي كانت نتيجة خيانة بدأت قبلها بسنين. ماري كانت بتحب جوي من وهي صغيرة، ولما اتجوزوا كانت فاكرة انها لقت الراجل اللي هتعيش معاه طول عمرها. جوي وعدها انه هيفضل جنبها وانه عمره ما هيخونها، وبعد الجواز خلفوا طفلين بول وجيسي. ماري كانت شايلة البيت والعيال على كتافها وكانت بتضحي بحاجات كتير علشان تفضل جنبهم، بينما جوي كان بيحب السهر والخروج وعايش حياته بطريقته، ومع ذلك كان بيعرف يرجعها لنفس حالة الحب اللي كانت فيها. مرة بيجيب لها ورد، ومرة هدية غالية، ومرة فاجئها بعربية سبور. فكل ما كانت تزعل منه كان يعمل حاجة تخليها تفتكر الراجل اللي وقعت في حبه زمان. لكن مع الوقت تصرفاته بدأت تتغير أكتر، كان يرجع متأخر ويقضي وقت طويل بره البيت، وماري بقت حاسة إنها لوحدها في الجواز ده. وفي يوم قعدت معاه وقالت له إنها مش محتاجة فلوس ولا هدايا، هي محتاجة تحس إنه موجود معاها ومع ولاده. وجوي وعدها إنه هيتغير وحتى وافق إنه يطلب مساعدة من متخصص، وفعلا فضل محافظ على وعده لفترة طويلة لحد اليوم اللي قابل فيه إيمي. إيمي كانت بنت عندها 16 سنة وظهرت قدام جوي في ورشة العربيات بتاعته. في البداية حاول يبعدها عن المكان لأنه خطر، لكنها كانت جريئة بشكل غريب وبدأت تلفت نظره، ومع الوقت الموضوع تحول لعلاقة سرية. جوي كان متجوز وعنده أولاد، لكن ده ما منعوش إنه يخون ماري مع إيمي، والأسوأ إن العلاقة استمرت حوالي سنة. إيمي ما كانتش شايفة نفسها مجرد بنت صغيرة في حياة راجل متجوز، هي كانت متعلقة بيه جدا وبدأت تضغط عليه علشان يسيب ماري ويتجوزها. لكن جوي رفض، قال لها إنه متجوز وبيحب مراته وإن ما فيش مستقبل بينهم. الكلام ده بالنسبة لإيمي ما كانش نهاية العلاقة، بالعكس كان بداية الكارثة. إيمي بدأت تشوف ماري باعتبارها الشخص الوحيد اللي واقف بينها وبين جوي، ومن هنا بدأت تفكر في التخلص منها. راحت لشاب اسمه ستيفن وحاولت تقنعه يساعدها في قتل ماري. سألته لو معاه سلاح وقال لها إنه عنده بندقية صيد، فقالت له إنها عايزاه يستخدمها في قتل واحدة. ستيفن وافق لأنه كان مبهور بإيمي ومش عايز يخسرها، وبدأ يراقب بيت ماري، كان يسجل مواعيد خروجها ودخولها ويعرف امتى بتكون لوحدها. لكن أول محاولة فشلت. إيمي راحت لبيت ماري بحجة إنها بتجمع تبرعات لمدرسة ثانوية. فضلت واقفة قدام البيت تتكلم معاها بينما ستيفن كان بعيد ومجهز السلاح، لكن ماري دخلت تجيب الفلوس، ولما رجعت كانت الفرصة راحت. ستيفن ما قدرش يضرب، إيمي اتجننت من الغضب ولامته على إنه جبان، لكن بدل ما تتراجع قررت تعملها بنفسها. راحت جابت مسدس من شخص تاني وطلبت منه يعلمها ازاي تستخدمه وتضرب الهدف من اول مرة. وفي الوقت ده جوي بدأ يحس ان ايمي بقت خطر حقيقي، حاول يقطع العلاقة نهائيا وقال لها انها لازم تفهم انه متجوز وبيحب ماري وان كل اللي بينهم انتهى. ايمي خرجت من عنده وهي مليانة غضب، وكانت جملة واحدة بتدور في دماغها: ماري هي السبب. بعدها بفترة قصيرة رجعت لبيت ماري، لكن المرة دي كان عندها خطة مختلفة. بدأت تقول لها انها تعرف حاجة عن جوي وانه كان على علاقة ببنت صغيرة. ماري ضحكت في الاول وما صدقتش كلامها، لكن ايمي طلعت لها دليل: تيشيرت عليه اسم ورشة جوي، وقالت لها انه جوي هو اللي اداه للبنت. ماري بدأت تشك وقالت لايمي انها هتستنى جوي وتواجهه بكل حاجة، وهنا ايمي عرفت ان كل شيء ممكن ينكشف. رفعت المسدس وضربت، الرصاصة دخلت في راس ماري ووقعتها في لحظة. ايمي هربت وماري فضلت مرمية على الارض بين الحياة والموت. جوي واخت ماري نقلوها بسرعة للمستشفى. الدكتور قال ان الرصاصة قطعت شريان مهم واستقرت في منطقة شديدة الخطورة، ولو نجت ممكن تخرج مشلولة او فاقدة للسمع او للنظر. لكن بعد ساعات طويلة من الجراحة حصلت حاجة ما حدش كان متوقعها. ماري فاقت، كانت راسها كلها متغطية وعينيها متضررة ووشها مش قادر يتحرك بشكل طبيعي. الدكتور قرب منها وقال لها لو سمعها ترمش، وفعلا رمشت، لكن لسه كان في خطر اكبر. الرصاصة ما قدرش الاطباء يشيلوها لانها كانت قريبة جدا من المخ والعمود الفقري، واي محاولة لتحريكها ممكن
ممكن تعرض حياتها للخطر. نص وشها اليمين اتشل تقريبا واحساسها فيه اختفى وكمان سمعها اتأثر. وماري بدأت رحلة طويلة من العمليات والعلاج، لكن وهي في المستشفى حاولت تقول للكل من اللي ضربها. كتبت اسم ايمي لكن جوي انكر انه يعرفها. قال لماري ان البنت دي كدابة وانها اكيد مش واعية بسبب الاصابة والادوية، وماري صدقته. وده كان اكبر غلط عملته لان الشرطة كانت لسه بتدور ورا التفاصيل. المحقق ركز في حاجة صغيرة جدا، التيشيرت اللي ايمي كانت بتتكلم عنه. ماري قالت ان جوي كان عنده نسخة منه وانه قال ان واحد اسمه فيشر هو اللي كان عنده علاقة بالموضوع. المحقق بدأ يدور ورا الاسم واكتشف ان فيتشر عنده بنت اسمها ايمي. جابوا صورتها لماري واول ما شافتها عرفتها فورا، دي هي نفس البنت اللي ضربت عليها النار. الشرطة بدأت تتحرك بسرعة لكن بدل ما يروحوا يقبضوا عليها فورا قرروا يعملوا لها كمين. جوي اتصل بإيمي قدام المحقق واتفق معاها انه يقابلها. إيمي وصلت للمكان لكن اول ما شافت عربيات الشرطة فهمت ان في حاجة غلط. حاولت تهرب لكن خلاص الشرطة كانت محوطاها من كل ناحية واتقبض عليها. وبعد التحقيق بدأت الحقيقة تظهر. ستيفن اعترف انها طلبت منه يساعدها في قتل ماري، وشخص تاني اعترف انه باع لها المسدس وساعدها توصل لبيت ماري، لكن ايمي فضلت تنكر. وفي الوقت ده الاعلام قلب القضية لحكاية ضخمة. الناس كلها بقت بتتكلم عن البنت الصغيرة اللي حاولت تقتل ست اكبر منها. وبعدين الناس بدأوا يشوفوا ايمي نفسها كضحية بحجة ان جوي استغلها وهي لسه مراهقة. لكن ماري كانت لسه مصدقة جوزها. حتى بعد ما خرجت من المستشفى رجعت البيت وهي كل همها تشوف ولادها. ولما الصحفيين سألوها تصدقي جوزك ولا ايمي، ماري مسكت ايد جوي واختارت تصدقه. كانت مش قادرة تتخيل ان الراجل اللي حبته سنين هو نفس الشخص اللي خانها، لكن الحقيقة كانت لسه مستخبية. ايمي اتحاكمت وفي البداية حاولت تدافع عن نفسها وتقول ان العلاقة كانت نتيجة استغلال جوي ليها، لكن الأدلة بدأت تكشف ان اطلاق النار ما كانش مجرد لحظة فقدت فيها السيطرة. المسدس كان متجهز قبل ما تروح لماري، يعني كانت رايحة وهي ناوية تعملها. وفي النهاية ايمي اتدانت واتحكم عليها بالسجن. اما ماري فكانت بتحاول تعيش حياتها من جديد، لكن جرحها النفسي والجسدي ما كانش سهل. كانت الرصاصة لسه موجودة ووشها اتأثر ومش قادرة تبتسم زي الأول. والأسوأ إن قصتها بدأت تتحول لحكاية يتفرج عليها الناس. وافقت ماري في وقت من الأوقات إن قصتها تتحول لعمل درامي، لكن أثناء التصوير حصلت حاجة كسرتها من جواها. كانت بتتفرج على إعادة لحظة إطلاق النار عليها وفجأة سمعت صوت الطلقة. جسمها ما استحملش وقعت على الأرض. ساعتها فهمت إن اللي حصل ما كانش حكاية الناس بتتفرج عليها، دي حياتها، دي اللحظة اللي غيرتها للأبد. وبعدها بدأت تشوف قصتها بتتحول لنكات وسكتشات والناس تضحك على حاجات هي عاشت ألمها الحقيقي. ومع كل ده جوي فضل يقول لها إنه ما خانهاش وهي فضلت متمسكة بكلامه لحد ما حصلت الصدمة. جوي ظهر في برنامج تلفزيوني واعترف بنفسه إنه كان فعلا على علاقة بإيمي. الاعتراف ده فتح عليه قضية جديدة ومرة تانية وقف قدام المحكمة. إيمي قالت إنها كانت عندها 16 سنة وقت بداية العلاقة، وإن جوي كان أكبر منها بحوالي 20 سنة، وإنه دخلها عالم من الفلوس والمطاعم والفنادق والهدايا. وطلبت من المحكمة تشوف خطورة اللي حصل علشان بنات في سنها ما يقعوش في نفس الفخ. وبعدين جه دور جوي والأول مرة اعترف. قال إنه فعلا كان على علاقة بإيمي وإن العلاقة حصلت وهي قاصر. الاعتراف قلب القاعة كلها واتحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور. ومع ذلك ماري ما قدرتش تنهي العلاقة فورا. كانت بتخلي ولاده يزوروه في السجن وهو كان بيوعدها انه لما يخرج هيتغير، لكن لما خرج رجع لنفس المشاكل. وماري بدأت تفقد قدرتها على الاحتمال. دخلت في فترة اكتئاب صعبة واعتمدت على المسكنات، لكن في النهاية اخذت قرار انها تنقذ نفسها. دخلت مصحة للعلاج وبدأت ترجع لحياتها خطوة خطوة. وبعد حوالي 7 سنين حصلت مواجهة أخيرة بينها وبين إيمي. إيمي بصت لماري وقالت لها إنها ندمانة. قالت لها إن اللي عملته دمر حياتها وإنها احتاجت سنين علشان تستوعب حجم الجريمة. وماري سامحتها مش لأنها نسيت الرصاصة ومش لأنها نسيت الخيانة، لكن لأنها اكتشفت إن الكراهية مش هترجع لها حياتها. وبعدها أخذت القرار اللي كان المفروض تاخده من زمان، انفصلت عن جوي وقالت إنها أخيرا قررت تسيطر على حياتها بنفسها بدل ما
هتفضل عايشة على وعود راجل عمره ما اتغير. وبعد سنين من المعاناة عملت عملية في فكها ووشها، والعملية نجحت، والست اللي كانت في يوم من الأيام مش قادرة تبتسم قدرت تضحك من جديد. ماري خسرت سنين من عمرها بسبب خيانة جوزها، وتعرضت لمحاولة قتل، وعاشت بوجع رصاصة جوه راسها. لكن في النهاية خرجت من كل ده بحاجة أهم من أي حاجة تانية، إنها رجعت تملك حياتها من جديد. ولحد هنا نكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبك يا صديقي ما تنسانيش باللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك، وطبعا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتخش تشوف الملخصات اللي فاتت علشان متأكد إنها تعجبك. بس كده أشوفك على خير في فيديو جديد، ويلا نقول سلام.